هل حسيت في مرة كده إنك شخص موسوس؟ طيب هل الوسواس اللي جواك ده بيكون وسواس مرضي ولا مجرد احتياط وحرص منك؟ خلينا نتكلم بشكل بسيط، ولازم تعرف إنه في فرق بين مرض الوسواس القهري والشخصية الوسواسية. في ناس طبيعتهم إنهم يكونوا منظمين قوي، وناس تانية عندهم هوس النظافة الشخصية. تلاقي الناس دي عايزة كل حاجة تمشي بطريقة معينة، وهنا الشخص ده بنقول عليه موسوس أو متفزلك. الوسواس كوسواس بيكون جوه كل واحد فينا من إحنا وصغيرين، وده سببه جزء من التربية. لما يكون الواحد اتعود إنه ينظم أوضته وينظم كل حاجة حواليه، ينظم وقته، ينظم وقته مع أصحابه، وقت مع المذاكرة، ده طبيعي جدا. بس أول ما الموضوع بتبقى بيأثر على حياتك وبيسبب ليك مشاكل، فهنا الوسواس بيتحول لوسواس مرضي. فمرض الوسواس القهري ده نتيجة خلل في الدماغ بسبب فكرة جوه عقلك مضايقاك وانت مش عارف تقاومها، ولما بتقاومها القلق بيزيد وبتخليك تتصرف بشكل غريب ومش منطقي ولا طبيعي. فالحركة دي بقت أسلوب حياة مستمر طول الوقت، في إنك تدي قيمة كبيرة قوي للفكرة، وده بيوصلك في إنك تكون قلقان، فتعمل الحاجة بشكل تلقائي. تجري تغسل إيدك أكتر من 20 مرة في الساعة، بتخاف لو لمست أي حاجة أو لو أي حد لمسك، بيكون عندك دايما شك في إنك عملت الحاجة اللي إنت محتاجها. دايما إحساس التوتر بيكون جواك لما تكون الحاجات اللي حواليك مش مترتبة. فأكبر كذبة في تاريخ العلاج النفسي هو علاج الوسواس القهري بشكل نهائي بنسبة 100%. كل العلاج اللي انت هتاخده ده عبارة عن مسكنات هتقلل عندك القلق والتوتر والخوف والهلوسة لوقت، وهترجع تاني. علشان كده اسمعني كويس وركز معايا. ردود أفعالك ناحية الوسواس هي اللي هتتحكم في زيادة أو نقص تأثيره عليك. بلاش تتوقع إنك هتخف بنسبة 100%، بلاش تتوقع إنك هتلاقي نتيجة سريعة، علشان الوسواس اللي جواك لو قل بنسبة 50% انت هيكون جواك إحساس القلق والتوتر ومش هتحس بتحسن. طيب هترجع تقولي هو في طريقة أقدر أخرج بيها من دايرة الوسواس؟ هقولك أكيد بمرحلتين. المرحلة الأولى هي تأخير الاستجابة للهواجس اللي جواك، قلق، توتر، خوف، هلوسة. الوسواس هنا عامل زي الطفل الصغير بيهاجمك لحد ما ياخد اللي هو عايزه ويقدر يسيطر على عقلك. فهنا اتعامل معاه بالتدريج في إنك تقلل الاستجابة لطلباته اللي بيسيطر بيها على عقلك. اوعى تكون متخيل إن الموضوع سهل، لا بالعكس، ده إحساسك بالخوف والقلق والتوتر هيزيد، ده طبيعي. دي المرحلة الأولى في إنك تقدر تخرج من دايرة الوسواس. المرحلة التانية هي التجاهل. إحنا قلنا إن الوسواس عامل زي الطفل الصغير، يفضل يزن ولما يلاقي مفيش فايدة بيسكت. فأنت هنا لازم تشغل نفسك بأفكار إيجابية، وحول بسرعة جوه عقلك إحساس القلق والخوف بالأمان. هتقولي صعب، هقولك لأ. قول لنفسك انت بخير، انت كويس، انت تمام. كل الكلام ده هيقلل الخوف ويحسسك بالأمان. امنع نفسك في انك تستجيب للهواجس اللي جوه عقلك. بإيدك تسيطر على الوساوس اللي جواك في انك تفكر في نفسك ولو ثواني بانك انسان تستحق الحياة.